التقديم عن افتتاح الدورة العالية لشهر يوليو 2023 خاصة بمجلس عمالة أكاديمية التمام، ذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 المتعلق بالعمالة والأقاليم الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف 1/15/84 صادر في 20 من رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015. وبعد اكتمال النصاب القانوني لعقد هذه الدورة العالية وقبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدولها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير حول اجتماع اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة والتعاون المركزي انعقد في مقر عمالة أكاديمية دوتنان يوم الأربعاء 24 مايو 2023. لما حضر شباب هذا الاجتماع أعطى المجلس ورئيس المجلس السابع وذلك باش نعطيو واحد النبذه على ما تم انجازه. الحديث سيطول، ساعطي النقاط الرئيسيه اللي تم انجازها واللي كان عندها واحد الوقع. جهات باسم المديريه الاقليميه نرحب بهذه الاتفاقيه نظرا لاهميه النقل المدرسي في محاربه الهدم المدرسي. كل واحد من موقعه وصفته مع ما تستوجبه هذه الصفه من اجلال وتقدير. بالنسبه للنقل المدرسي كما تعلمون هو ركيزه اساسيه من اجل معالجه مجموعه من الافات المرتبطه بالتعليم. انا نشوف انه ماشي منطقيه، لانه في العدد ديال الطلبه كل واحد كل مدرسه كان فيها 10 كان فيها 20 كان فيها 60. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشير السيد الرئيس بانه في الاتفاقيه ما قدرتش فيها المساهمه ديال المجلس في التسيير، ونستشرت مع الاخوان بانه غادي تكون في السنه المقبله، وهي مده الاتفاقيه غتبدا من 2023 2024 وكاينش نعاود نتسنى حتى الميزانيه المواجهه. هذه النقطه للنقاش وللمصادقه. طبعا الشراكه هي قيمه مضافه لعمل المجلس، ولكن اظن انه قبل المصادقه على هذه النقطه باعتبار ان هذا الجديد هي المشاركه في انشطه الحياه المدرسيه، ان في غالب الاحيان اخرها المشاركه في البرامجيه بلا مشكل في النقل والتعليم، لان الجمعيات كتكون يعني ملزمه بالاتفاقيه عندها واحد. تم انعقاد الدوره العاديه ديال شهر يوليو 2023 هنا بمقر عماله اكاديميه دوتنان، اللي عرفت الدراسه والمصادقه على مجموعه من النقاط اللي هما 7 ديال النقاط اللي دازت بالاجماع، اللي لاحظتوا انه الحضور الكريم اخواني اعضاء وعضوات المجلس عماله اكاديميه دوتنان دازوا كاع هاد النقاط باجماع بالموافقه. كذلك برمجه الفائض، اتفاقيه مع لروان اتلانتيك فيما يخص كذلك اتفاقيه ديال النقل المدرسي، كذلك برمجه الفائض التقديري وكذلك الفائض النهائي فيما يخص التبليط بالعالم القروي والماء الصالح للشرب. والحمد لله الدوره دازت في جو اخوي، الحمد لله عرفت الموافقه ديال جميع الاعضاء، ونتمنوا التوفيق والله ينصر سيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رئيس اللجنه الماليه والتعاون المركزي بمجلس عماله اكاديميه دوتنان. كما شفتوا الدوره اليوم دازت في واحد الجو ديال المسؤوليه، كل شيء عارف ما له وما عليه، وكما تبعتوا معنا المجلس مشى واحد الاتجاهات، يعني برمج شي اعتمادات في المسائل اللي كتهم غالبا العالم القروي والعمق القروي. اللي كنقول العمق القروي مشينا برمجنا في التبليط ديال المسالك القرويه اللي كيعاني منها، يعني هذه الخصائص كيعاني منها العالم القروي بزاف، والماء صالح للشرب. وكما شفتوا عندنا تقريبا 15 مدرسه عتيقه برمجنا لهم الدعم
الجمعيات اللي كيسيروا مدارس العتيقه كتعرفوا الدور اللي كيقوموا بها، وواحد العدد ديال المسائل اللي كتهم العلاوه القروي اللي فيهم واحد العدد ديال النقاط اللي هي من اختصاص ديال مجلس العماله بحال النقل المدرسي والطرق القرويه. وركزنا ايضا على في اطار الشراكات على الماء الصالح للشرب. كتعرفوا الدور ديالو خاصه في العالم القروي وفي هذه الظروف المناخيه اللي كنعيشوا. يعني المجلس كنشكر المجلس التفاهم اللي تفاهم معنا وصوت معنا وناقش معنا في هذه النقاط اللي ما يمكن حتى واحد الا غادي يصفق لهم. شكرا.